يا ساتر يا رب، يا ستار يا رب، يا رب ما يقف. اهدى يا عم يا اللي ورايا. سبق ونوهنا قبل كده عن أهمية خوفنا على بعض في الطريق، وإن كل اللي في الطريق في مركب واحدة. زي ما كنت ماشي على الطريق الدائري بسرعة 90 واتفاجئت بعربيات واقفة بتحمل بعرض الطريق واخدة الطريق كله لحسابها، والحمد لله اللي جنبي في الشمال ريح شوية لورا وسابني أعدي من قدامه وأنقذني من موقف لا أحسد عليه. ومفيش ثواني قليلة ولمحت بعينيا عربيات واقفة وبيهدوا وبيكلموا بعض في نص الطريق، ولمحت بعينيا في المراية اليمين نفس العربية اللي ريحت لورا وأنقذتني وعدتني جاية بسرعتها بس في اليمين، فبسرعة نزلت شمال وعدتها وانقذت الموقف. والاقي بعد شويه العربيه الكيا السمراء دي واحنا طالعين في ملف السواق لمح عربيه عطلانه وواقفه في اليمين. طبعا التخطي في الملف ممنوع، ولكنه طلع جدع وصبر واستنى اما العربيه تيجي الفضي دي تعدي العربيه اللي واقفه وعطلانه. والله يسامحه صاحب العربيه العطلانه، مش حاطط مثلث او اي عاكس. العند وعدم الصبر يا جماعه عمره ما كان من شيء من الرجال، وتاكد ان الدنيا كما تدين تدان. لو انت بتسوق بجدعنه ومفهوميه فاكيد انت صح. كمل شير بقى على جروبات العربيات، ربنا يستر طريقكم. سلام.